ديال الصحه التهلاوي مبروك عليك. ها انت نوضتي على الدوله الصداع. ها الاحتجاجات غيبداو في المغرب بعد ما ناضوا شباب سموا انفسهم صوت الشباب ضد الفساد وعلنوا على احتجاجات وطنيه نهار 27 و 28 من هذا الشهر. هاد الاحتجاجات حسب الموقع ديال هاد الحركه غتكون في كازا والرباط وطنجه وفاس وجديده ومراكش واكادير. علاش غيبداو هاد الاحتجاجات؟ هاد الشباب كيقولوا ان هاد الشيء بسبب الفساد اللي كاين في جوج قطاعات حيويه، التعليم والصحه، وكيقولوا ان 60% من معدات الصحه اصبحت متلاشيه، وانه كاين طبيب واحد لكل 1000 نسمه، والنقص في المتخصصين وعدد من المشاكل اللي كيعاني منها قطاعك. اما قطاع زميلكم مول شركه كوشك اللي خاصو حتى هو يمشي في حاله فراه كيعيش فضائح متتاليه. هو دابا يا التهراوي موظف سالوى اخرج بسبب الكسل ديالك غيخرجوا الناس للشارع. نتوما ديروا الفضايح والسلطات تجي تجمع موراكم. ومن هذا المنبر باغي نوجه رساله للداخليه. هاد الوليدات الا خرجوا راه خارجين غير على الصحه والتعليم، ما طالبين حتى حاجه. حسبوهم وليداتكم ونتمنى ما يوقعش اللي وقع في اكادير ويتم تفريقهم بالقوه. ما يمكنش حكومه غارقه بالفساد ونهار يجيو الشباب يقولوا اللهم ان هذا منكر، حيدوا علينا هاد الفاسدين تفرقوهم بالقوه.